ايه واقفه متسمره كده ليه؟ انت متأكد ان ده بيتك؟ لا، شقه مفروشه طبعا بيتي. الله، ده جميل قوي. الله، ومالك واقفه مبوره كده ليه؟ وانا جايبك متحف الشمع. ده حلو قوي يا مندو. طبعا، حيطان مشققه والارضيه مخلعه والعفش بقاله يجي 100 سنه. شايفه الكنبه الارابيسك دي؟ فظيعة، انا ما شفتش كنبة بالجمال ده قبل كده. دي كنبه جدتي اللي اتجوزت بيها، والترابيزه دي بقى بتاعت ام جدي. انت عندك حاجات تحفة بس انت مش حاسس بيها، غبي. يا مندو ايوه عبد الواحد يا بابا. انت جيت يا ابني؟ لا لسه. بقول لك ايه، انت تدخلي الاوضه بتاعتي وما تطلعيش منها خالص، فاهمه؟ ايوه بس انا هعمل ايه في الأوضة؟ تفتكري هتعملي ايه في الاوضه؟ هتستحمي؟ اكيد هتتخندي. نامي. يا مندو، ممكن يا عبد الواحد. ايوه يا عبد الواحد يا بابا. العشاء عندك في المطبخ يا ابني. انا اتعشيت يا بابا، تصبح على خير. ما تتحركي انت كمان. طب سؤال صغير، هو انا المفروض انام بالفستان ولا في لبس معين للنوم؟ حسبي الله ونعم الوكيل يا رب. في حاجة يا مندو؟ لا مفيش، انا بس بدعي ربنا ياخدني قبل ما انام. يعني انت كويس؟ ايوه. والتاكسي كويس؟ كلنا كويسين والمصحف. نام بقى يا بابا. ما قلتليش اعمل ايه قبل ما انام؟ هتلاقي عندك دولاب. عارفه يعني ايه دولاب؟ عارفه. هتلاقي في الدولاب بيجامه، تريننج، جلابيه. البسي اي زفت على دماغك وتنامي لحد الصبح ما تطلعيش نفس. هو انتوا بتناموا من غير ما تتنفسوا؟ على فكره انت كده بتعصبيني، وانا لما بتعصب بتقلب معايا بغباوه. طب سؤال اخير، البنت اللي ظهرت في الضلمه واحنا طالعين دي ساكنه في السلم؟ ايوه، وبلاش تجيبي سيرتها كتير، لان لما بتجيبي سيرتها 3 مرات بتظهر فجأة. عفريتة يعني؟ ايوه عفريتة. ممكن بقى تختفي من قدامي عشان اتخمد؟ طب انت هتنام فين؟ يا مندو، انا هروح انام معاه عشان يسكت. يا مندو، جاي انام جنبك. ايه يا غزال كفالة الشر، مالك يا حبة عيني؟ مالي يما، ما انا زي الفل. عايزة تفهميني انك تصحي من النجمة وتستحمي وتسرحي شعرك كل ده وما فيكيش حاجة؟ ده ايه الحزن ده؟ انت هتغلبيني معاكي ليه؟ ما استحماش تزعلي، استحمى تزعلي. يا بنتي انا مش زعلانة، انا بس عاوزة اطمن عليكي. اصل انا امبارح بالليل اصطدت الواد مندو وهو طالع على السلم وقال لي هيعدي عليا الصبح عشان يفضفض معايا شوية. بجد يا غزال؟ ورحمة ابويا في تربته. يبقى اكيد عبد الواحد ابتدى يلعب في دماغه. طب بقول لك ايه، انا كده تمام. تمام ايه وزفت ايه؟ روحي غيري الجلابيه دي والبسي بلوزه وبنطلون. اللبس ده بيخنقني، انا بحب اقعد مرحرحه. نجيب رجل الواد ونكتب الكتاب وبعد كده ابقي رحرحي زي ما انت عايزه. ده ايه العذاب ده؟ هفضل بالبلوزه والبنطلون لحد ما نكتب الكتاب؟ ده حزن الحزن. مندو اصحى يا مندو اصحى مندو. ايوه اصحى يا مندو. صباح الخير يا ابو واحد بابا. انت ايه يا ابني اللي منامك على كنبة جدتك كده؟ ما انا كنت نايم جنبك، قعدت ترفص وتشخر وتنازع، سبت لك الاوضه باللي فيها. وجاي تنام جنبي ليه؟ ما تنام في اوضتك يا حبيبي. كنت محتاج شويه حنان بس تشخيرك قفلني. يا سلام يا سلام يا سلام. انت علقت ولا ايه؟ شفت خالتك عطيات عملت ايه؟ اولا انا ما عنديش خاله اسمها عطيات، ثانيا عطيات ام غزال مش خالتي، ثالثا والاهم ايه اللي عملته عطيات علشان تقول عليها خالتي؟ خالتي يعني اخت امي. يعني مش عارف عملت ايه؟ اعرف ايه يا بابا؟ ما انا متلقح جنبك على الكنبه اهو. الفطار اللي على السفره ده. فطار؟ ايوه فطار، ومش اي فطار يا مندو، ده فطار 5 نجوم، 5 6 10 نجوم. استنى بس، ايه؟ وعطيات هتدخل الشقه ازاي واحنا نايمين؟ امال يعني الفطار ده اتعمل لوحده يا ابني؟ ماشي يا جزمه بتاعت كوكب القرود لما اشوف خلقتك. ما انت يا انت. انا اللي عملته يا بابا، انا اللي عملته. يا سلام يا سلام يا سلام. علق تاني. عايز تفهمني ان انت اللي عملت الفطار ده يا مندو؟ يعني انت محسسني ان انا اخترعت الذره. ايوه انا يا بابا اللي عملته، انا اللي اتهببت عملت الفطار. انت هتستهبل يا مندو، ده انت ما فطرتش من يوم ما اتولدت، فجأة كده وبدون مناسبة هتقوم تعمل فطار وتنام تاني؟ اصل بصراحة امي ابتهال طلعت لي في المنام وقالت لي قوم يا مندو، وهي مكلفة نفسها وضربة مشوار طويل وجايه لك المنام عشان تقول لك قوم يا مندو. ما هو انا سألتها عايزاني اقوم ليه يا ماما؟ قالت لي قوم اعمل فطار لابوك.
وهي كانت ساكتة ليه المدة دي كلها من غير ما تيجي تقومك وتقول لك قوم يا مندو؟ الاخرة مشاغل يا بابا، ناس مش فاضية. انا هدخل اوضتي اغير هدومي. طب اخلص بقى بسرعة عشان نفطر سوا. انا داخل الاوضة يا بابا. احنا عرفنا انك داخل الأوضة. يعني لازم تكون مش واخد بالك. ها، انا داخل الاوضة يا عبد الواحد، فهمني؟ يا ابني الغورية كلها عرفت انك داخل الأوضة، ما تدخل بقى بدل ما اقوم السعك على قفاك. ما انا داخل اهو، انا داخل. ها، انا داخل يا رب يا ساتر، انا داخل. لا حول ولا قوة الا بالله. الواد اللي حيلتي لا ساعة. ومن الغورية الكوكب زين، لا نحس الجد وبفور. ومن الغورية انا رايح فين، لفت لفة وتاني حضور. ومن الغورية الكوكب زين، لا نحس الجد وبفور. ومن الغورية انا رايح فين، لفت لفة وتاني حضور. اصحي يا سافلة انتي. صباح الخير يا مندو. وكمان بتقولي صباح الخير؟ خلاص، صباح القطران على دماغك. انا مش قلتلك ما تخرجيش من الاوضه؟ ما انا كنت عايزه استحمى. يا سلام، مش قادر تستني لما تطلعي الكوكب بتاعك وتستحمي براحتك؟ ده حاجه تقرف. طب يعني مفيش شكرا على الفطار؟ خلاص مفيش ذوق، مفيش احساس. شكرا على ايه؟ ده انا عايز اضربك برجل السرير على امة راسك. خليتيني اكدب على ابويا واقول له اني عملت الفطار. طب وليه تكذب؟ ما تقول له ان انا اللي عملته وخلاص. ده على اساس انك بنت خالتي مثلا وهو ما يعرفش. وانا عارف انت مين اساسا. يوه، ما انا قلت لك بقى هي قصه. يا شوحي كمان عشان الطشك على وشك. تلطش مين يا امور؟ ما تتكلم على قدك. ده انا زين بنت ميم لام. ايه يا بنتي الحروف اللي جايه تتنططي بيها عليا دي؟ ده انا ابويا تحت ايديه 70,000 واحد من مقاسك. طريقه كلامك لا تدل على اي نوعيه من انواع الكوكبه. ليه يا حبيبي؟ ما نشبهش ولا ما نشبهش؟ وانا اللي بقول ان غزال جاموسه دي بالنسبه لك نعامه. اتلفح بيها يا اخويا. تكخوت. انا يا مندو. خراسي خالص. ادينا خرسنا لما نشوف اخرتها ايه معاك يا ابن عبد الواحد. مش انت قلت لي ان نسبه ذكائكم اعلى مننا؟ طبعا، ايش جاب لي جيب. خلاص، طالما انت ذكيه واحلى اخواتك كده، فكري بقى في طريقه اهربك بيها من البيت ده. يوه، وانا كل ما ازنقك في الكلام تحطي ايدك على راسي. انا عارفه ان اهل كوكب الارض بيحبوا الكذب زي عينيهم، بس انت عمرك ما كذبت على ابوك. بس من ساعه ما حضرتك شرفتي وشكلها كده في ماسوره كذبه هتطفح. خلص نفسك وقول له الحقيقه. عايز اطلع اقول له ان في بنت جوه متلقحه جبتها معايا في نصاص الليالي، والبنت دي جايه من كوكب تاني؟ ده يطب ساكت. يا ماندو، ثانيه واحده يا بابا، البنطلون معصلك في رجلي. ها، هنعمل ايه؟ صدقني مفيش حل تاني. يا بنتي ابويا عنده السكر وما يستحملش التخريف بتاعك ده. بقول لك ايه، القصه دي ما تلزمنيش في حاجه، انا لازم اروح الهرم دلوقتي. يا ستي اطمني، الهرم ده ما اتحركش من مكانه بقاله 7000 سنه، مش هيتحرك يعني النهارده. يا ماندو اتصل بغزال، عايز اخد الحقن عشان افطر. كده اتطربقت فوق دماغنا. على فكره انا بعرف اضرب حقن كويس. دي حاجه انا متاكد منها. التخريف اللي انت فيه ده حاجه من الاتنين، يا بتضربي حقن يا بتضربي بودره. لا انا ماليش في البودره دي. اوعي من وشي يا بت. ايه يا بابا الزيطه اللي انت عاملها دي؟ يعني انا غلطان اني عملت لك فطار؟ انت فيك ايه يا انت بالظبط؟ يعني زي ما دخلت الاوضه زي ما خرجت. اصل انا رجعت نفسي ها وقلت يا واد يا مندو، ها ما تغير هدومك بعد ما تستحمى. ها وقال لك ايه؟ مين ده؟ اللي انت رجعت نفسك معاه. قال لي لا تغير هدومك ولا تستحمى. يلا ايه؟ يلا تعالى اديك الحقنه بقى عشان تفطر. انت عايزني اكشف رجلي عليك انت بعد العمر ده كله يا مندو يا ابني؟ يا سلام، يعني تكشفها على غزال ومكسوف من ابنك لحمك ودمك؟ لا، ما انا اتصلت خلاص بعطيات خالتك. عطيات ايديها حنينه وناعمه. بلا عطيات بلا فتكات بقى. يلا اديك الحقنه بلاش دلع. الله، وانت من امتى يا واد انت بتعرف تدي حقن؟ انا اتعلمت امبارح الساعه 4 الصبح اتعلمت. الحمد لله عطيات جت. يا سلام، ومالك فرحان قوي كده؟ هي دي جت. اوعى يا زفت انت من وشي. صباح الخير. صباح النور والورد يا عبدو. والله ماليك حق يا عب واحد تصحي ست الحاجه من نومها علشان تديك الحقنه. انت شايفها جايه تتسند على عكاز يا جزمه؟ سيبه براحته يا عبدو، مندو ده ابني وقريب قوي هيكون جوز بنتي. انا موافق جدا اكون ابنك، لكن جوز بنتك
دي مستحيل. ليه يا حبيبي؟ هي غزال معيوبة ولا معيوبة؟ ده ست البنات. هو انت طول تتجوز غزال؟ لا بقى يا عطيات، لا معلش، بنتك لا غزال ولا حتى حصلت معزة كمان. ايوه كده، خش عليه يا ابو واحد، خش. يعني انا بنتي وحشة يا عبد الواحد؟ انا ما قلتش وحشة. لا قلت يا ابو واحد، انا سمعته. لا يا عبد الواحد، انت كده جرحتني. بصراحة هو جرحك. انا بقى لو منك ترمي السرنجة دي في وشه حالا وما تعتبيش الشقة دي تاني ابدا. طب انا بقى فعلا غلطانة ان انا طلعت، انا نازلة. اوعي تقولي كده يا عطيات، ده انت مرات ابراهيم الله يرحمه، وابراهيم ده اخويا وحبيبي. ابراهيم ده عمري اللي راح وعمري اللي جاي. انت كنت على علاقة بابراهيم يا بابا؟ اخرس يا زفت. لعلمك بقى عطيات، عم ابراهيم لو كان عايش ما كانش هيسمح ابدا بالمهزلة دي. ما هو ده بقى اللي انا خايفة منه. سيبك منه يا عطيات. تعالي ندخل الأوضة عشان تديني الحقنة. أوضة؟ استنى عندك.